قشطه. بص دي قشطه اللبن اللي انتوا شايفين كده انا مجمعاها، دي القشطه اهي. احطها على النار على عين هاديه، سيبيها تسيح كده ونشوف هتطلع قصاد ايه. ماشي، هنحطها على النار عشان ان شاء الله نتعلم مع بعض نعمل ازاي نعمل السمنه. هنعملها بكل سهوله ونشوف هنعملها ازاي. اصلا نقطعها حاجه تانية عشان تمسكين. ماشي، تستمري كده في التقليب عشان متلزقش تعمل. خلاص متلزقش تعمل. قلبي 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 كده لحد ما تعمل. خلاص بتبقى تعمل كده لحد ما تعمل. خلاص يعني كده زي ما انتوا شايفين كده يشربوها كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هو ايه بدأ يعمل اهو. انا هحط له بس ايه زي ما صغيرة كده من الماء. وهو صغيرة كده من الماء. لازم تقلبي كده هي بتسيبي على نار هادية. خلاص سيبها تعمل وبعد كمان الملح طبعا حسب ايه نبدأيها يعني كل شوية نجيب الخليط ده كده تزوروها بقى. بصوا بقى اهي بدأت ايه، بدأت كده تتقل اهي زي ما انتوا شايفين اهو. بدأت انك تقلبي كده عشان القعر ده ما يلزقش تحت. بصوا ما يبقاش فيه قعر. لازم تقلبي كده حاجه، تقلبي قلبي قلبي استمري في التقليب عشان ما تلزقش. هو ده بقى اللي بيخلي السمنه تعمل، والتحت ده هيبقى المرط. شايفين؟ المهم النار تبقى هاديه وتعملي الخليط كده. النار تبقى هاديه واعملي الخليط، هاديه واعملي الخليط. ان شاء الله نشوف بقى هتعمل ازاي. يلا سلام. خلصتي؟ بصوا بدأت ايه تعمل دي كلها مرطة اللي بتطلع السمنة. بصوا بدأت تطلع على الوش اهي، انتوا شايفين كده السمنة بتطلع على الوش زي ما انتوا شايفين كده. المهم ان انتوا تقلبي كده عشان القعر كده مفيش حاجة تلزق. اهم حاجة بقى المرحلة دي ان هي تطلع السمنة كده، تفصل السمنة طلعيها. لما نطلعوها بناخدوا السمنة نحطها في حاجة والمرطة في حاجة. المرطة بتاعتها جميلة اوي. بصوا السمنة بدأت تطلع. هي دي بقى طريقة طيبان السمنة، ان السمنة تطلع من المرطة كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهم حاجة عشان قعر الحلة من تحت ما يكونش فيه اي حاجة. لو تستمري في التقليب هتطلعي احلى واحلى مرطة. بصوا شايفين السمنة اهي، قلبي وتردي كده ايه ما يبقاش فيها اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله طعمها جميل جدا اهي، مرطه وسمنه وكل حاجه كده بقت تصفى وكليها وبالهنا والشفا. بصوا لما بنعملها كده بنسيبها شويه كده تهدى، وتاخدي بقى السمنه تحطيها في حاجه والمرطه في حاجه. ممكن تصفيها وممكن ما تصفيهاش هي مع نفسها كده، بس احنا بنسيبها شويه. هي شويه كده كتير، كل ما تعمل هتبصي تلاقيها ايه بتفصل المرطة عن السمنة. اهم حاجة وانتوا طيبيها على نار هادية. بصوا السمنة شايفين هي طبعا مش بتطلع كمية كبيرة من السمنة، احنا بس بنطلعها من استفدنا من اللبن اهو. انتوا شايفين السمنة بدأت تطلع اهي، وبعد كده نحطها بقى في علبة وخلاص يبقى هنا شكلها. انتوا شايفين السمنة اللي بدأت تطلع، تسيبيها تبرد وتفصلي هتلاقي السمنة اتفصلت عن الزيت، السمنة عن المرطة يعني بعد ما تسيبيها تبرد السمنة بتبدأ تطلع عند ايه تفصل عن المرطة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اتفصلت اهي كده، السمنة بدأت تفصل اهي، السمنة بدأت تطلع، المرطة زي ما هي قدامكم كده زي ما شايفين كده. اهم خطوة هي ان انت تقلبي عشان قعر الحلة مش حاجة تقعد في قعر ما تلزقش تحت. الخطوة دي اهم حاجة فيها هو الاستمرار في التقليب. استمري كده في التقليب لحد ما تبدأ تطيب عشان
يلزقش في القعريه. بصوا كده بقى السمنه فصلت اهي طلعت اهي. اهم حاجه زي ما قلت لكم خطوه التقليب. خطوه التقليب ده بتعمل ايه بقى؟ ان هي هتفصل اهي، وفي نفس الوقت ان المطه دي ما تلزقش تحت زي ما شايفين اهي. السمنه طلعت اهي زي ما شايفين اهي، بدات تفصل السمنه عن المطه. اهم حاجه خطوه التقليب دي عشان المطه ما تلزقش تحت. خليكي تستمري في التقليب كده عشان لما تفصل كده تبقى باينه كده اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده السمنه بدات تفصل اهي. بصوا المرطه لمت والسمنه طلعت اهي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الاستمراريه وانتوا بتعملي الخطوه دي، عايزه تقليب عشان السمنه تطلع كده تفصل كده اهي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لو انت طبعا ما قلبتيش كده هتلاقي ان المرطه تقعد تحت، فانت لازم تستمري في التقليب عشان لما تيجي تعملي كده تلاقي ان السمنه هي اللي تحت، ما يبقاش في حاجه تحت هنا اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين السمنه ما شاء الله طلعت سمنه حبه حلوين اهو. طيب انا بعمل ايه في القشطه؟ انا كل ما بيتكون عندي وش لبن بحطه في علبه. العلبه دي اول ما تتملى ببدا اعمل بيها القشطه. بعمل بيها طبعا هي قشطه، بعمل بيها السمنه دي اطلع منها سمنه ومرطه. حبيتي تحطيها مثلا تستخدميها قشطه بقى تعملي كتير، كل سنه وانتم طيبين. تعملي مثلا رز بلبن تاكليها قشطه اهي بس احتفظنا بيها. انا بقى بعمل العلبه. بصوا العلبه دي كده انا مثلا باخد علبه زيها كده بمليها. اول ما تملى يعني دي مقدار العلبه دي اول ما بتتملى ببدا اعملها زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ما شاء الله فصلت وطلعت معانا سمنه حبه حلوين اهو. هوريكم المقدار كله هيطلع قد ايه، بس انا مستنيه ما تفصل كلها يعني كل الاجزاء كده تطلع اهو. بصوا ما شاء الله اهي. وطبعا عايزه اقول لك ان انت مثلا كميه المرطه دي تشتريها بكميه عاليه بسعر عالي. برده السمنه برده الحبه اللي هطلعهم دول يعني يعتبر مثلا نقول ايه ربع وقه سمنه، برده يعتبر وقه سمنه تبقى غاليه اهي. احنا لازم نتعلم نعمل الحاجه في البيت. طبعا بصوا اضمن حاجه كده بقى، ما انتش حاسه ان هما بقى مخلطينها ولا عاملينها، حاجه كده نظيفه وطعمها عايزه اقول لكم خطير. طبعا انا كل ما اشتري مرطه من بره بتبقى حادقه بصراحه. بقى دي كده انا ببقى مظبطه ملحها تبعي. يعني انت حطيتي ملح وحسيتي ان ملحها مش حلو اعملي اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو مفيش حاجه تحت دي لاني انا على طول بقلب اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله جميله. جربوا الطريقه دي واعملوها، وكل سنه وانتم طيبين وكل عام والامه الاسلاميه جميعا بخير. ما تنسوناش بقى من صالح دعائكم عسى ان ربنا يغفر لنا ويسامحنا ويرضى عنا. ويلا اقول لكم بقى السلام عليكم. بصوا هي كده خلاص طابت اهي، فصلت السمنه. بصوا لون المرطه، بصوا لون المرطه حلوه قوي كده تمام كده اهي، والسمنه فصلت اهي. هسيبها تبرد بقى كده. اهم حاجه زي ما قلت لكم هو ان انت تقلبي عشان ما تتحرقش. خلاص كده هسيبها بقى تبرد، واول ما تبرد هبدا احطها السمنه، اصفي السمنه وابدا احط. انا كده طفيت عليها بس هي لسه بقى بتعمل مع نفسها بقى. ماشي اهي ده شكلها. يلا ما تنسوناش بقى من صالح دعائكم عسى ان ربنا يغفر لنا ويسامحنا ويرضى عننا. يلا بقى دي المرطه اللي انا طلعتها اهي، وده كميه السمنه اللي عملتها طبعا وديكوا البرطمان. بصوا بعد ما صفيتها بصوا فيها شويه مرطه كده نزلوا تحت بس مش مشكله. دي كميه السمنه اللي احنا عملناها. دي المرطه اهي بعد ما طلعت. بصوا بعد ما صفيتها بقى صفيتها دي كميه المرطه، ودي السمنه اهي بعد ما طلعتها. حطيها حاجه ازاز بقى كده وتصفيها هتطلع لك كده. بصوا ما شاء الله طلعت هي مثلا زي ربع وقه اهي. ودي كميه المرطه اللي طلعتها. بصوا بقت جميله خالص بجد. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، حلوه قوي وصحيه، طعمها حلو ومرمله وريحتها بقى حاجه كده بلدي يعني. بصوا عملت معايا كميه حلوه قوي. بصوا كميه السمنه اهي. يلا هتسيبيها بقى كده تبرد وهتتجمد هي نفسها. يلا اترككم في امان الله ورعايته واقول لكم يلا السلام عليكم.